لو الإنسان ليه عدو واحد وحيد فهو الإنسان نفسه. تتفق أو تختلف مع المقولة دي؟ الكتاب بتاع النهاردة ده بيلخص حاجات كتيرة جدا تدل على إن الإنسان ممكن يبقى عدو نفسه الوحيد فعلا. عالم النفس الشهير إريك بيرن في كتابه ألعاب يلعبها الناس بدأ يفك شفرة الفشل ويعرفنا إيه هي الأسباب أو إيه هي المعوقات اللي بتخلي الإنسان يقف في طريق نفسه بنفسه. فيديو جديد من نضيف علوم إلى الغذاء. جيب غذائك وتعالى. تنويه مهم: اسماء الالعاب شويه هتكون غريبه وصعبه ان احنا نستوعبها من اول مره، بس مع المثال والتوضيح هنفهمها مع بعض. والسبب في انها غريبه شويه ان الكاتب انجليزي وان الترجمه بتاعت الكتاب عربي، ففي زحمه ثقافات ولغات في الموضوع. انجوي. اول لعبه نفسيه بيلعبها الناس هي لعبه لولاك، ودي لعبه نفسيه من الطراز الاول بيلعبها الافراد مع المحيطين بيهم في لحظه فشلهم او اخفاقهم في شيء ما، ويبداوا يقولوا للي حواليهم ان انت السبب ويلقوا عليهم اللوم ويحسسوهم فعلا ان هم كانوا مذنبين في اللحظه دي وان هم ابرياء ومالهمش دعوه. في مثال بسيط: ابنك دخل امتحان وجاب درجه اي كلام، فانت بدات تفتحه في الموضوع وتقول له ان انت حليت في الامتحان مش احسن حاجه فجبت درجه وحشه، ممكن تشرح لي ليه؟ فيبدا بمنتهى البراءه يتهمك ان انت السبب وانك استعجلته قبل الامتحان ووترته شويتين تلاتة وخليته مش عارف يحل كويس، وان يا حبيبي الولد ما بيعملش حاجه غلط وان هو ضحيه وانت الجاني، وتحس ان الخلفيه شغال فيها اغنيه نازل وانا ماشي على الشوك برجليا وانت السبب يابا، وبابا نايم جوه عادي يعني. اللعبة النفسية التانية اللي بيلعبها الناس هي لعبة لماذا لا تفعل نعم ولكن، ودي لعبة فيها نمط سائد جدا فيه بيرفض الناس النصيحة في وقت هم عارفين ومتأكدين انهم محتاجين للنصيحة. يبدأ فيها الفرد يقدم تبريرات واهية لأي نصيحة تنصحها له. في مثال بيقول انك لو شفت شخص مهمل في دراسته وحاولت تنصحه بانه يذاكر عشان ينجح، هيبدأ يرد عليك رد نيجاتيف جدا ويقولك وذاكر وانجح ليه؟ ما كل اللي نجحوا قاعدين على القهاوي. واخر لعبة في الكتاب ذكرها الكاتب هي لعبة الرجل الخشبية، في لمحة من الكاتب للاشخاص اللي عندهم اي نوع من انواع الاعاقة بس هم مستسلمين ليها، او بمعنى تاني بيستخدموا الاعاقة دي كشماعة يعلقوا عليها فشلهم واخفاقاتهم. وهتلاقي دايما ان فئة الناس دي او فئة الاشخاص دي بتصنف على انها اشخاص عندها تقصير دائم، او الناس دايما بتلومها بالتقصير في اي حاجة في حياتها. اول ما توجه له لوم على تقصيره ده هيبدأ يقولك وايه المتوقع من راجل عنده رجل خشبية غير مشاكل في الاعصاب وادمانه للشرب. الكاتب بيبدأ يحط اطار للشخصيات دي او للفئة دي من الناس وبيقول انهم غالبا بيكونوا من الاشخاص اللي عندهم اعاقات جسدية ومش عايزين يتحدوها او يتغلبوا عليها، او الاشخاص اللي متلقوش تعليم بشكل كافي وهم صغيرين فبداوا يستسلموا للجهل اللي هم عايشين فيه ومش بيحاولوا انهم يتعلموا حتى لو ما توفرت لهم السبل والفلوس والامكانيات وكل حاجه. سلام.